تمثال من الذهب الخالص ويتباع بجنيه واحد بس. مش مصدقني؟ استنى هقولك. شوف يا سيدي اللي قدامك ده تمثال للإله آمون من الذهب الخالص، وزنه 900 جرام ذهب، وعمره أكتر من 3000 سنة. وفي سنة 1917 المستكشف وعالم المصريات هوارد كارتر بيشوف التمثال ده في إيد واحد من أهلنا المزارعين في الأقصر، وطبعا عينه طلعت على التمثال وفضل ورا المزارع لحد ما اشترى منه بجنيه. أيوة زي ما سمعت كده، بجنيه واحد بس. كارتر بقى ادى التمثال ده هدية للورد كارنرفون عشان يقنعه ان الأقصر مليانة بالآثار ويرضى يمول له الأبحاث الاستكشافية بتاعته. وفضل التمثال مع عائلة كارنرفون لحد ما عرضوا الورثة للبيع في مزاد سنة 1983. وتخيلوا اتباع بكام في المزاد؟ اتباع ب83 مليون دولار. والتمثال موجود لحد النهاردة في متحف المتروبوليتان في نيويورك. كده برضو بجنيه يا جدي.